والإبادة الجماعية على يد داعش وبقايا النظام السابق. دعيني هنا أعطيكم معلومة مهمة جدا. داعش هذه آبائهم الروحيين هو نظام صدام حسين السابق والمدرسة التي تخرجوا منها. معظم قيادات داعش هم ضباط كبار في أجهزة المخابرات التابعة لصدام حسين أو في أجهزة الأمن أو في قيادات الحزب، حزب البعث الذي كان يحكم العراق، والتي كانت متهمة جميعها باقتراف جرائم كبيرة سواء في الجنوب الشيعي أو في الشمال الكردي. ولذلك أنا أعتقد داعش اليوم خير من يمثل الصدامية الجديدة هنا في العراق وحتى في سوريا. حتى في سوريا هم ينهجون نفس النهج الذي كانت تنهجه قوات الحرس الجمهوري وقوات الحرس الخاص التابعة لنظام صدام حسين. أنا أعتقد أن الأمريكان حينما تحالفوا مع مصر ومع سوريا ومع الخليج العربي لإسقاط صدام حسين ولإيقاف غزوه للكويت يعودون مرة أخرى الآن لتشكيل ائتلاف أكثر للقضاء على ما تبقى من مدرسة صدام حسين ونهج صدام حسين في إذن لماذا خرجت لتعود مرة أخرى؟